ريلمي النهارده بتقدم لنا هاتف اقتصادي 5G ومن ارخص الهواتف اللي بتدعم ال 5G، بس كالعاده يعني هل هو علشان 5G ورخيص هيكون في تنازلات في المواصفات التانية ولا بيقدم حاجات كويسه؟ اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهايه السنه، ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناه موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف الريلمي 14 ال 5G. طبعا كان في نسخه تانية نزلت 14 برضه ولكن دي خاصه بالهند، لكن النسخه بتاعت النهارده النسخه اللي نزلت عالميا. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنه اللي هتكون في النهايه. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف اول حاجه تصميم الهاتف، وتصميم الهاتف هنا بسيط وشكله حلو. انتوا عارفين ان انا بحب التصميمات البسيطه كده. شكل الكاميرات حلو، مش مبهر قوي ولكنه كويس يعني، والظهر بسيط كده ورايق. عموما التصميم على ان الهاتف اقتصادي فهو حلو. خامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. وعلى طول نبص على الشاشة اللي هنا جايه بحجم 6.67 بوصة، جودتها HD بلس وبدقة 1604 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 264 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها IPS LCD ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاعها 625 شمعة. بص الشاشة هنا ما تعتبرش الأفضل نهائيا، هي 120 هرتز ولكن معلش انت بتديني 120 هرتز بجودة 720 فقط، وكمان مش أموليد في السعر ده. تمام، أنا ممكن أعدي إن الشاشة ما تكونش أموليد في السعر ده علشان ال 5G، ولكن ليه مش 1080؟ فهي هتمشي الدنيا ولكنها مش كويسة خالص في السعر ده. طيب نتكلم عن اداء الهاتف او المعالج هنا اللي هو الميديا تك ديمنسايتي 6300 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج ده بيعادل اداء معالج السناب دراجون 695. المعالج هنا الصراحة ممتاز، معالج كويس وقوي بالنسبة لفئة وسعر الهاتف. هيقدم لك اداء كويس سواء في الاستخدام اليومي، التصفح، وهيشغلك الالعاب بشكل متوسط وكويس. كمان هو موفر للطاقة. فبشكل عام المعالج هنا على فئة وسعر الهاتف فهو مناسب جدا وكويس. الجهاز بيجي بنسخة وحيدة وهي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي ولكن بيركب مكان الشريحة التانية. الموبايل بيجي بكاميرا واحدة خلفية وهي 50 ميجا بكسل، وبتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية. والصراحة كنا نتمنى وجود كاميرا زاوية واسعة في السعر ده، او يكون في تحسين في الكاميرات عموما، بس علشان الموبايل ده 5G فزي ما قلت بيكون فيه تنازلات. الكاميرا الأمامية بتيجي 8 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جايه بحجم 5000 ملي أمبير. الصراحة بطارية كويسة وهتقدم لك أداء كويس وحجمها كويس الصراحة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 15 واط، ودي سرعة مش كويسة خالص في السعر ده، ولكن زي ما قلت بيكون فيه تنازلات علشان ال 5G. فلو واحد أصلا مش عايز ال 5G فيروح يشتري موبايل 4G في السعر ده هيقدم له إمكانيات أفضل بكتير. الهاتف هيجي باندرويد 15، والهاتف بيدعم NFC، كمان بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب C. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، والهاتف هنا مقاوم للماء والغبار بشهادة IP64، والجهاز بيدعم خدمات الجيل الخامس ودي حاجة كويسة في السعر ده. الوان الجهاز هم الاخضر والاسود، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب نتكلم عن مميزات الهاتف. المعالج هنا الصراحة ممتاز وكويس وبيقدم يعني أداء كويس في السعر ده. برضو الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس في السعر ده ودي حاجة كويسة. الجهاز ده من أرخص الهواتف اللي بتقدم مساحة 256 جيجا مع ال 5G في السعر ده. طيب بالنسبة للعيوب، الشاشة كويس انها 120 هرتز هتمشي الدنيا شوية، ولكنها في السعر ده كانت مفروض تكون بجودة 1080 على الاقل خالص يعني، فهي مش الافضل. برضو الشحن السريع 15 واط في السعر ده مش الافضل خالص. برضو الكاميرات كنا نتمنى تكون اقوى من كده او افضل من كده. طيب خلونا دلوقتي بعد ما شفنا كل المواصفات بتاعة الهاتف خلونا نعرف السعر. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية.
الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $210، السعر متوقع في مصر 8000 جنيه، السعر متوقع في السعودية 600 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو الجهاز ده مش عاجبني ايه بقى المنافس بتاعه في نفس السعر؟ هقولك عندنا هاتف السامسونج جالاكسي A16 ال 4G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الريلمي 14X 5G. فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين، ولكن قبل المقارنه حابب اقول لك ان احنا عملنا مراجعه كامله لهاتف السامسونج جالاكسي A16 4G. لو انت تحب تشوف المراجعه دي هتشوفها من اللاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج الريلمي هو الميديا تك من سايت 6300، ومعالج السامسونج هو الميديا تك هيليو جي 99، وهنا ده الاتنين متقارب جدا من بعض. ريلمي جاي بشاشه IPS LCD جودتها HD بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وسامسونج جاي بشاشه سوبر اموليد جوده 1080 او فول HD بلس و90 هرتز معدل تحديث. وهنا قولا واحدا شاشه سامسونج افضل حتى لو اقل في الهرتز، ولكن كجوده اعلى، وكمان اموليد يا جماعه. ريلمي بيدعم خدمات الجيل الخامس، ولكن سامسونج 4G بس، وهنا ريلمي تتفوق. ريلمي مفيهوش كاميرا زاوية واسعة ولا الكاميرا فيها تثبيت بصري، ولكن سامسونج بيدعم كاميرا زاوية واسعة وفيها تثبيت بصري. الكاميرا الأساسية فيها تثبيت بصري، وهنا سامسونج تتفوق. ريلمي بيدعم شحن استرجاع بقوة 15 واط وسامسونج 25 واط، وهنا سامسونج تتفوق. تعالوا نشوف فرق السعر ما بين الجهازين، مع العلم ان سعر ريلمي ده سعر متوقع علشان لسه منزلش مصر، انما سعر سامسونج في مصر ده رسمي ضمان محلي. سعر ريلمي المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 8000 جنيه، سعر سامسونج الرسمي نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 8400 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رأيك في هاتف الريلمي 14X. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.